يلا نسمي الله ونعمل مع بعض كيكة السنيكرز الخطيرة. كيكة جميلة، كيكة السعادة بطبقات حلوة بطريقة اقتصادية. أوريكي طريقة تسوية بطريقة حلوة. هنعمل الحاجات الغالية اللي بنشوفها بره، لا هنعملها في البيت ونحضرها بطريقة سهلة. هنستبدل المكسرات بحاجات اقتصادية جميلة. كيكة السعادة من أجمل الكيكات، والغالي يرخص لك. يلا بينا على الفيديو، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة حسين من مطبخ أكلاتي. يلا نعمل أول طبقة الكيك. 3 من البيض، 2 كوب من الدقيق، كوب من السكر، كوب إلا ربع ما بين زيت وسمنة أو زبدة المتواجد، 2 معلقة كبيرة من الكاكاو الأسباني، نص كوب من اللبن، وبيكنج باودر وفانيليا. يلا نحضرها. عندك مضرب، عندك خلاط المتواجد. أنا هشتغل في العجان. هنحط البيض وعليهم الفانيليا وكوباية السكر، وهنضربهم في العجان لمدة 5 دقايق لحد ما تحسي ان السكر داب تماما. هتاخد حوالي 3 دقايق ل5 دقايق زي ما احنا شايفين. هي سهلة جدا وطبقة حلوة. تمام. بعد كده تعالي ننزل بكوب الا ربع ما بين زيت وزبدة او سمنة المتواجد، وكمان نص كوب من اللبن، ومعلقة كبيرة من الخل. ما ننساش الخل لان الخل بيعمل معانا كده هشاشة وحاجة حلوة قوي للكيك. تعالي نضربها بقى كويس كده مع بعض لحد ما كله يتناسق تماما مع بعض. كل ده ممكن في خلاط، كل ده ممكن بمضرب بيض المتواجد اشتغلي بيه. تمام. بعد ما خلصنا ننزل ب2 كوب من الدقيق، وما ننساش الدقيق نكونوا نخلينه علشان الكيكة تطلع معانا هشة وحلوة. وبعد ما نزلنا بالدقيق، يلا انزلي بقى بمعلقتين الكاكاو. تمام. وكمان معانا باكل بيكنج باودر، هتنزلي بيه. كل الحاجات الجافة نزلت على بعض، قلبيها باتجاه واحد. وبعد كده انا هاخدها على العجان، هتلف لفة بسيطة بحيث كله يتناسق مع بعضه. هكون محضرة صينية حوالي 26 سنتي. شفتوا عاملة ازاي؟ انا عايزاكي تخلي الكيكة متوسطة بالشكل اللي احنا شايفينه. جبنا الصينية دهناها بمادة دهنية وعفرناها بالدقيق بسيط، وانزلي بالكيك عليها. عجينة الكيك هنكون مولعين الفرن مسبقا على درجة حرارة 140. هتخش معانا على الرف الأوسط، هتاخد حوالي من 35 ل 45 دقيقة حسب الفرن. كده حضرنا أول طبقة من كيكة السنيكرز اللذيذة في البيت. تعال نعمل الطبقة التانية. يلا على البوتاجاز، هاتي حلة كده متوسطة، كوباية من السكر، هنسيبها تتكرمل على نار متوسطة. اوعي النار تبقى عالية علشان ما تتحرقش وتمرر مننا. ويا ريت نقلب بمعلقة خشب بتكون أسهل معانا. خلاص وصلت للمرحلة اللي احنا شايفينها دي. تبتدي انزلي عليها بمعلقتين كبار أو مكعبين من الزبدة. الزبدة بتدي تست عالي قوي للكراميل. هيبتدي يدوب معانا. بصوا زي ما انتم شايفين ريحته فظيعة، حاجة كده تحفة. بعد كده بنص كوباية من اللبن، هنحط عليها معلقة من النشا ونقلبها كويس عشان الخليط يبتدي يتقل معانا. ويا ريت تصفيها بمصفى، لو في اي تكتلات بتبقى في المصفى عشان تبقى معانا خفيفة وحلوة. التست العالي بقى اللي هنحطه هيعلي من تست الكراميل. معلقتين كبار من الكريم اللباني، او لو عندك قشطة المتواجد. يا سلام، بجد بتوديها لحتة تانية تماما. رشة من الملح علشان الطعم يتعادل، ضروري رشة الملح. وكوباية من السوداني، ده بديل المكسرات. وعندي شوية كان عندي من عين الجمل، عادي. ما عندكيش ما فيش مشكلة، انسيهم خالص. حطي بس سوداني وخلاص، هتبقى جميلة جدا. زي ما احنا شايفين، سيبيها تغلي، ادفي عليها وابتدي سيبيها تبرد. تعالوا نحضر الطبقة التانية. كوباية من الكريم جانتيه أو حوالي 150 جرام، نص كوباية من السكر البودر، نص كوباية من اللبن المسلك. وهنضربهم بمضرب البيض ضروري. من غير مضرب بيض مش هتديكي السماكة اللي احنا عايزينها. حاجة كده لمدة 5 دقايق هتوصل معانا للشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. لان هي لسه سايلة. بصوا تقلت وبيضت قوي.
اديها بقى التست العالي اللي اتفقنا عليه، معلقتين من الكريم اللباني او القشطه المتواجد عندك. الحاجات دي ممكن تستغني عنها على فكره، لكن انا بعليلك التست حاجه كده زي المحلات، وصدقيني احلى واجمل واروع. حطي الكريمه شويه في التلاجة لان الجو حر معانا شويه. رجعنا لقينا الكيكه بتاعتنا استوت، اخدت حوالي 40 دقيقه. طبعا بنختبرها بالخله، الخله لما بتطلع نضيفه معانا كده هي تمام. هبتدي اخرمها لان انا هسقيها دلوقتي. لما بسقيها بتبقى جوسي قوي والكيكه بتنفش كده معانا وبتبقى حاجه جميله قوي. كوبايه من اللبن او كوبايه الا ربع بتكون دافيه، وننزل بيها على الكيك في كل اتجاه زي ما احنا شايفين. هتشرب في ساعتها وهتنتفخ كده وتنفش وتبقى حاجه لذيذه. يلا بقى نرجع نجيب اول طبقه. طبعا احنا قلنا الكيك دي الطبقه التانية، الكريم جانتيه الجميل اللي احنا علينا التست بتاعه بالكريمه اللباني او القشطه. ابتدي وزعيها كويس زي ما احنا شايفين كده. باي طريقه بقى هتوزعيها، الطريقه اللي تريحك. ممكن ترجعيها التلاجة تاني لمده 10 دقايق او نص ساعه تتماسك. زي ما قلت لك الجو معايا حر، فانا بحاول كل طبقه ادخلها التلاجة شويه. يلا نجيب الكريم كراميل، انزلي بقى على الطبقة التانية. دي الطبقة التالتة، طبقة السنيكرز الخطيرة الرهيبة اللي بتديكي طعم فظيع. بره غالية جدا، شايفين احنا نعتبر جبنا كله اقتصادي وعملناها في البيت وكمية حلوة. القطعة منها غالية جدا وكلكم عارفين، وزي ما قلت لك الغالي يرخص لك. اي حاجة غالية انا هبتدي اظبطها لك يعني بحاجات كده سهلة وجميلة. رجعيها في التلاجة لمدة نص ساعة. تمام، طلعتها من التلاجة زي ما احنا شايفين. ابتدي بقى اقطعها واوريكي اجمل كيكة سنيكرز خطيرة منزلية. تمام، رجعتها زي ما احنا شايفين. ابتدي قطعيها بقى وشوفي الجمال وشوفي الحلاوة والكمية الحلوة اللي بجد هتبهركم. شايفين جوسي جدا ولذيذة قوي. قطعيها بقى كده زي ما انت عايزة، حاجة صغيرة قطع كبيرة زي ما انت حابة. تيجي بقى اطلعها لكم كده على الطبق ونشوف مع بعض. هي طبعا لسه طرية والجو شوية فمفيش مشكلة، احنا هنقطعها وهنشوفها في كل الحالات بتاعتها. طلعت كده بالشكل الجميل وخلصت وحاجة رهيبة وجميلة. وحطيت طبعا تزيين كده ديكوريشن شوية من الشوكولاتات المتواجدة عندي. تمام، شويه كده من اي مكسرات موجوده، مفيش استغني عنها تماما. محدش يقول لي غاليه، مفيش، انت حره اعملي اللي انت عايزاه. احنا وصلنا لمرحله حلوه قوي. الحاجات دي بقى حاجه لو متواجد مش متواجد مفيش مشكله. انا بحاول اوصلها لكم حاجه كده زي المتواجده بره في المحلات. بصوا جوسي وجميله جدا زي ما احنا شايفين، بجد حاجه لذيذه قوي. وصلت معانا بالشكل الجميل بالكمية الحلوة. احتفظي بيها في التلاجة وهتطلع معاكي حلوة قوي. ومجرد ما تقطعي وتخلصي رجعيها التلاجة، حاجة جميلة سوفت لذيذة قوي. والغالي يرخص لك يا ست الكل. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقولوا لي في التعليقات رأيكم ايه، ان شاء الله تطلع جميلة زيكم.